الساعة الآن 3 إلا ربع وأنا رايح أودي طلب. الطلب دوت مش بعيد من المكان اللي أنا فيه دوت حاليا. الجو ساقعة صقيع زي ما أنت شايف، الأجواء ثلجية حوالينا في كل حتة. إحنا في ولاية وست فيرجينيا، الولاية الكئيبة الجميلة اللي دايما أنا بقول عليها كده. أنا عارف إنك بتحب التصوير في الأجواء الثلجية بالنهار، واحنا هننزل الطلب دوت وفي حكايه عايز احكيها لك. انا هبتدي ان انا اعرفك على نفسي كل فيديو كده، ممكن ان انا اقول لك حاجه، يعني ابتديت فين، كنت بعمل ايه، كنت شغال ايه، كنت ببتدي ازاي. علشان انا شايف ان معظم الكومنتات بتتكلم على تسالني اسئله شخصيه على نفسي يعني. فانا هنزله الطلب دوت، وبعدين هبتدي ان انا احكي لك كل فيديو ممكن اقول لك حاجه او احكي لك حكايه حصلت معايا او حاجه عن نفسي يعني. لو انت حابب انك تسمع فانا دوت حاجه انها تسعدني والله، وتسعدني اكتر لو انت شاركت معانا وكتبت تعليقك او سؤالك. اتمنى ان انت تشارك معانا يعني في الفيديوهات ديت. ولو انت هتشوفني من على اليوتيوب فاتمنى انك تشارك معانا برضو وتعمل لي سبسكرايب على اليوتيوب او فولو لو انت اول مره تشوفني على الفيسبوك. المكان اللي انا رايحه دوت كان هناك ساكن الوزير، ممكن نقوله الوزير، يعني هنا حاجه زي الوزير هنا. فمشكله ان البيت اللي الوزير كان ساكن فيه ده اتحرق وهم شالوه يعني كان المكان دوت قدام هنا على الشمال كان في بيت كبير، والبيت الكبير دوت تقريبا هنا الحته ديت، الحته الواسعه ديت، والبيت دوت اتحرق. حد ولعه، كان في الحته دي بالظبط. البيت دوت حد ولعه، كان 2 ضباط كانوا بصوا البيت كان هنا بالظبط، شايفين الحته دي كلها كان في بيت كبير قوي هنا بتاع وزير. فالوزير دوت، فالبيت ده كان عليه مشاكل، كان في حاجه كده. انا بصراحه ما جمعتش او ما حد بس حكى لي القصه، فانا ما دخلتش بحثت عنها. فانا لما جيت هنا فانا افتكرت فحبيت اقول لك يعني عنها، ان كان في بيت هنا ولع، والبيت دوت اللي ولعوا كانوا 2 ضباط وهم في السجن دلوقتي. كان في كاميرات على اول الطريق هم ما خدوش بالهم منها، فكاميرات جابتهم وهم داخلين وهم بيولعوه بالليل، وكانت حريقه كبيره جدا وكانت مسمعه في المنطقه كلها. المهم احنا وصلنا المكان اهوت، هو ده المبنى دوت بيسكن فيه ناس كبيره، واعتقد الحكومه برضو هي اللي بتدفع ليهم الايجارات اللي هنا ديت. يلا بينا نخش نودي الطلب دوت. واحنا ماشيين زي ما قلت لك احكي لك حكايه برضو او حاجه عني علشان نتعرف على بعض اكتر وتعرف انت بتتابع مين. احنا وصلنا المكان اهوت، والمشكلة ان الباب تحت برقم وانا معيش الرقم بتاع الباب، فانا هحاول اشوف حد يفتح لي الباب او هحاول اتصل بيها عشان تفتح لي الباب. فالمفروض ان احنا هنخشه هنا، او ممكن يكون هم قاعدين تحت يعني ساعات بيستنوني. الباب دوت عادي بيتفتح، بس الباب دوت بصوا بارقام، الارقام ديت انا مش عارفها، بس ممكن تكون هي قاعدة تحت مستنياني يعني. اه هيلو. That's Claudette Marcus, 113. Yeah, Hey, I know you. you know me? Yeah, Okay. I came here before. Okay, then. I need you to sign this one for me, please. Well, Happy New Year. Happy New Year. How are you doing? I'm hearing you. You be careful out there. Oh well, it's snow everywhere, you know. No, Yeah, I'm yeah. just signing it, though. There you go. Thank you very much. Oh, hey, here. Oh, you're gonna give me tip too? Yeah. Thank you very much. Can you give me the pen? Yeah. Thank you. There you go. Have a safe time. I will. Thank you. Out there. Bye. Bye. والله ست ذوق قوي قاعدة مستنياني. انا جيت لها قبل كده فعشان كده قلت لها انا عارفك، وعطتني مضت على الورقة وعطتني فلوس كاش، عطتني $7 تيبس يعني. المهم يلا بينا احكي لكم الحكاية. هي طبعا هيكون حاجة صغيرة مش كبيرة يعني عن نفسي، وواحدة واحدة كده ايه كل فيديو احكي لكم حاجة، علشان الحكاية طويلة وانا حكايتي طويلة وعندي حوارات كتير، فممكن نحكي واحدة واحدة يعني. يلا بينا. المهم احنا متحركين اهوت،
واحنا في طريقنا راجعين. الحكايه يا سيدي، انا كنت لاعب دراجات محترف، او مش محترف بمعنى محترف يعني all the way محترف، اللي هو كنت يعني نص محترف، كونتيننتال يعني. مش عارف انتوا هتعرفوا كونتيننتال ديت معناها ايه، بس ممكن اشرحها لكم. اللي هو في نوعين للدراجين، نوع محترف اللي هو محترف وصل لاخر حاجه، وفي نوع اللي هو وصل للنص محترف. المهم النص محترف برضو مجموعه قويه، والمحترفين مجموعه اقوى، فاهم يعني. النص محترف دوت اقوى من انا بس بشرح لكم الكلام دوت عشان بس تبقى معايا من الاول. النص محترف دوت بيكون اقوى من الطبيعي اللي هو الدراج الطبيعي. المهم فانا كنت بلعب في مصر، وكنت بلعب فريق في اسكندريه، وكنت بلعب في نادي طلائع الجيش المعروف، هو طلائع الجيش بتاع القاهره. ودخلت المنتخب وقعدت فتره في المنتخب. وزي اي العاب فرديه او جماعيه بيحصل مشاكل ماديه، مثلا مشاكل في حاجات زي كده. فطبعا لعيبه كتير بتسافر وبتسيب البلد علشان تدور على حياتها يعني، وتعيش حياه تليق بيها كلاعب، مثلا يحاول ان هو يعمل حاجه لنفسه قبل فوات الاوان، علشان ما يلاقيش نفسه ان هو ما عملش حاجه والعمر بيجري وسنه بيكبر. فانا كنت بدور على ان انا اشوف برضو فرصه سفر. سافرت يعني سافرت ازاي، دي قصه تانية او حوار تاني. فانا كنت بحكي لك بس انا كنت بعمل ايه في مصر، بجانب ان انا كنت شغال برضو في مصر عشان اقدر ان انا العب، واقدر ان انا اكفي نفسي يعني، واكفي ان انا اقدر اصرف. فكنت شغال وكنت بتمرن. فكنت بنزل التمرين الساعة 6 الصبح اخلص، وبعدين انا بالمناسبة انا من اسكندرية، فكنت بنزل تمرين الساعة 6 الصبح اخلص، وانزل الشغل مثلا حسب اليوم 10 ساعات او 12 ساعة. فهو دوت اللي انا كنت بعمله علشان اقدر ان انا اصرف على نفسي في اللعبة، علشان كانت الفلوس مش بتكفي اللي انا كنت باخدها من النادي او الفلوس بتاعه المنتخب. يعني كان مفيش فلوس من المنتخب يعني كنت باخدها، كان ليا فلوس بس ما كنتش باخد حاجه. وكان في السفريه برضو كان في الاول ممكن ناخد، بس بعد كده ما ناخدش. وطبعا كلام كان بيوصل لنا من المنتخب ان حاجات يعني ان احنا كبرنا في السن، مع العلم ان احنا كنا سننا 23 سنه وكده. فاحنا لما كنا بنسمع الكلام دوت فكنا يعني بنفهم ان خلاص مفيش وقت او مفيش فرصة تانية ان احنا نقعد، ان ممكن يحصل حاجة. فعشان كده لاعيبة كتير بتسافر وسافرنا يعني. بس فهي دي الحكاية بتاعت انا كنت بعمل ايه، انا كنت بعمل ايه في مصر، وانا كنت مين. محمد نبيل، كنت لاعب دراجات مصري وسافرت بس. فكل مرة احكي لك قصة كده او حكاية، انا حياتي فيها مغامرات كتير، فاعتقد انك هتحب انك تسمع مغامراتي وحكايتي يعني. بس فهي دي الحكاية، فحبيت ان انا اشارك معاك حكاية صغيرة. حبيت اشارك معاك زي ما قلت لك حاجات عني عشان برضو تعرفني، وتعرف انت لو بتتابعني بتتابع مين والاسم. بس كده، هو ده كان موضوعنا النهاردة. ويا ريت لو انت اول مرة تشوفني تعمل لي فولو على الفيسبوك، او تعمل لي سبسكرايب لو انت بتتفرج عليا من على اليوتيوب، وما تنساش اللايك. يلا سلام.